dengan paket soal hafalan 23 dan paket soal tafsir TI 01. Kami ulangi, peserta dengan nomor TF 317 dengan paket soal hafalan 23 dan paket soal tafsir TI 01 disilahkan, dan bersiap-siap peserta dengan nomor TF 318. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه Karir Ustaz.
يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة بأنهم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. Baik, silakan dibuka mushaf, baca surah Yusuf ayat 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. طيب, makna mufradat ubarri'u, membebaskan, an-nafsa jiwa, al-ammarata mengajak, ammaratuna, okay, mengajak ya, ma rahima yang dirahmati, ghafurun pengampun. Sebutkan munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya, di mana sebelumnya menjelaskan tentang bahwa Nabi Yusuf tidak berkhianat kepada Al-Aziz atau raja ketika raja tersebut tidak berada di rumah. Kemudian pada ayat ini juga melanjutkan pada pernyataan ayat sebelumnya, yaitu di mana bahwa Nabi Yusuf mengakui sebagai manusia ia memiliki nafsu, namun ialah nafsu yang dirahmati oleh Tuhan.
lanjutkan dengan penafsiran ayat yang Anda bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi, dan tidaklah aku menyatakan diriku bebas dari satu kesalahan. Inna nafsal amaratun bisu ila ma rahima rabbi, sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada keburukan kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafur rahim. Jadi dalam ayat ini menyatakan tentang bahwa di mana Nabi Yusuf ingin menjelaskan kepada raja bahwa sebenarnya ia tidak melakukan sebuah satu kesalahan ketika raja tersebut tidak berada di istana. Di mana di sini Yusuf difitnah, yaitu dia ingin mencelakai istrinya seorang raja tersebut, yaitu Siti Zulaika. Namun pada ayat selanjutnya, inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Jadi walaupun Nabi Yusuf sebagai seorang manusia yang memiliki nafsu, namun nafsunya itu adalah illa ma rahima rabbi, yang dipelihara oleh Tuhan. Artinya Allah menjaga nafsu Nabi Yusuf untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ada nafsu yang dirahmati, ada juga yang tidak dirahmati, begitu ya? Yang berbuat tidak baik, Ustaz. Ya. Nah, coba sebutkan macam-macam nafsu menurut Al-Quran. Ya. Al-Quran ada 3, Ustaz. Yang pertama itu nafsu amaratum bisu, nafsu yang mengajak kepada keburukan. Kemudian yang kedua itu ada nama nafsul lawamah, yaitu yang dimana ia merasa sedih atau karena tidak berkurangnya berbuat kebaikan atau berlebihnya berbuat kejahatan. Kemudian nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang, Ustaz. Oh, yang terakhir bukan nafsu. Ya, yang terakhir itu adalah panggilan untuk manusia, jiwa yang tenang, Ustaz. Bukan nafsu. Ya. Enggak, yang terakhir itu nafsu atau jiwa? Nafsu juga. Nafsu, Ustaz. Nafsu juga. Nafsu yang Okay. tenang, Ustaz. Baik. Kita lanjutkan. Ada nafsu dan ada syaitan. Mana yang berperan kita berbuat jahat, atau mana yang lebih berperan? Yang lebih berperan adalah setan, Ustaz. Syaitan. Kenapa? Sebelum adanya nafsu itu, setan mengajak duluan untuk si manusia tersebut untuk melakukan suatu keburukan. Makanya dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena setan itu selalu mengajak kepada keburukan, Ustaz. Adanya setan, maka situ ada baru nafsu, Ustaz. Baik, sebutkan kesimpulan dari ayat ini. Yang pertama kesimpulannya adalah bahwa Nabi Yusuf tidak melakukan kejahatan atau mengkhianati raja ketika raja tidak berada di istana, dan kemudian bahwa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, dan yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, barakallahu fiik. Shadaqallahul azim.